غادي تكون في المنطقة الجهة الشرقية. نعم مشاهدينا الكرام، وخير دليل على حجم وهول الأشغال، لاحظوا معايا الطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث، ومجموعة من القاعات والمرافق والمستجدات بالداخل، وحجم البطون اللي هزوا هذه المنطقة، وحجم الأنواع ديال الأشغال، لأنه غادي يكون ربما ومن يدري غادي يكون المكتب ديال سونارجيس، يعني الشركة المكلفة بتسيير مرافق الملاعب المملكة المغربية، هي اللي تكلفات صبحت بجميع الملاعب اللي كاينين في المغرب. ربما يكون قاعات كبرى خاصة بالترفيه أو الأكل أو الشرب أو البيفات، أو لا مجموعة أخرى من القاعات ديال التمريض والرياضة والميسكيلاسيون، من يدري يكونوا قاعات خاصة ملتي ميديا، خاصة ديجيتاليست، وقاعات خاصة بالصحافة والندوات والمؤتمرات، ومن يدري تكون قاعة خاصة به كبير للملوك والرؤساء ورؤساء البعثات الدبلوماسية اللي كتكون معروضة للمقابلات النهائية، ورؤساء الجامعات الدولية، ومرافق متعددة ومتطورة تليق بالمغرب والمغاربة، ناهيك على منصات أخرى اللي غادي يكونوا في الثلاثة جهات اللي صبحوا باينين عندنا، لا المنطقة الشمالية ولا الجهة الغربية. إذا مشاهدينا الكرام، منصات متعددة، معنى أننا أمام معلمة رياضية مونديالية. وداك الشيء اللي وصلني مشاهدينا الكرام راه ما تنبغيش نخبركم به، تحفة فنية رائعة جدا بحول الله. إذا المنصة الشرفية VIP الرسمية، هذا هو الاحتمال الكبير إن شاء الله، وغادي تكون في المنطقة الشرقية، لأن المشكل ديال الشمس مشاهدينا الكرام ما غيبقاش مطروح، لأن الملعب سيكون مغطى بالكامل. ولحد الساعة فريق مغربي هو اللي كاين، أخبار كتقول بأنه فريق من ألمانيا، فريق من الصين، فريق من كوريا هو اللي غادي يكون، هو اللي غيجي اللي على اي حال مشاهدينا الكرام لحد الساعة راه مازال ما كاين والو. كيقولوا بأنه فريق أجنبي اللي غيتكلف بتغطية الملعب هو اللي غيدخل على هذا الملعب. حاليا لحد الساعة ما كاين حتى شي حاجة، ولما يكون مستجد راه حنا غادي نخبروكم به. نلتقي في ملعب طنجة مشاهدينا الكرام، لكن بشرط الناس اللي وعدونا باش يدعمونا ويشجعونا ويشريو لنا معدات ديال التصوير، فوعد المؤمن دين عليه. كاينين ثلاثة الناس مشاهدينا الكرام، واحد من ألمانيا وواحد من السويد، واحد